انا موجود في مصر، يعني لا انا خايف ان المغاربه يعملوا معايا حاجه، ولا انا خايف من حد، ولا انا عندي حاجه خاف عليها. بينا كبروا بينا نشكرهم على هذا الشيء، وهذا الشيء يدل على التربيه والاخلاق تاع هذا الشعب، والحمد لله. وزادوا عرفوا الجزائريين لي فري زالجيريان، بيسك درك الكلام تاع المواقع ماشي كلام الواقع. في راس السجن، ولكن النشيد الوطني ماشي من الشيام ديالنا. النشيد الوطني ديال البلاد راه واحد الخط احمر، كما انت ما نبغيوش اللي من بيت الاحرار شي واحد ينقص منا حتى واحد. انا موجود في مصر، يعني لا انا خايف ان المغاربه يعملوا معايا حاجه، ولا انا خايف من حد، ولا انا عندي حاجه خاف عليها. ما كانش ينفع ان المغاربه يصفروا على النشيد الوطني المصري. يا صاحبي انا مصدوم فيك، يعني معقوله تاكل في مكان وتبول فيه يا صاحبي؟ من اول ما وصلت مطار محمد الخامس لحد ما رجعت مطار القاهرة، احنا بيئة خصبة للفتنة. يعني مش عايز اقول جاهلين عشان الكلمة صعبة شوية، ولكن احنا عيل صغير لسه بيعمل بيبي على نفسه يخلينا نولع في بعض. انت عايز تروح النار روح لوحدك، مش هاجي معاك. انا بفرح في فوز فريقي وفقط. فوز فريقي هو اللي بفرحني. ما ينفعش ندخل بيت الناس ناكل فيه ونطلع نقول اكلكم وحش، حتى لو اكلهم وحش ما ينفعش. انا واحد عندي تاريخ، انا حضارة 7000 سنة. انا مصري يا ابني. عارف يعني ايه مصري؟ يعني لما اقول مصري لا يليق بيا، لا يليق بالملوك المصريين ان هم ينزلوا يحتفلوا بخسارة فريق. لو احنا كشعوب اتحدنا على بعض زي ما احنا بنتحد في الكورة وبنسيب بعض في الكورة ووجهنا للعدو، كانت فلسطين اتحررت. والكبير كبير باخلاقه وبتصرفاته، مش بقول بس انا كبير وانا مصر، لا، كبير باخلاقه وبتصرفاته. فمبدئيا ما يهمنيش زعلك، ما يهمنيش ان انت تبقى سعيد بكلامي، وما يهمنيش كمان ان انت تبقى حزين بكلامي. الحقيقة الكاملة لرحلتي في المغرب بعد 30 يوم في الأراضي المغربية. تعال احكي لك ايه اللي حصل معايا بالتفصيل من أول ما وصلت مطار محمد الخامس لحد ما رجعت مطار القاهرة. في البداية خليني أقول لك إن الكلام اللي أنا هقوله ده هتحاسب عليه قدام ربنا. فمبدئيا ما يهمنيش زعلك، ما يهمنيش ان انت تبقى سعيد بكلامي، وما يهمنيش كمان ان انت تبقى حزين بكلامي. انا هقول كل اللي حصل معايا بالتفصيل، ومش فارق معايا زعل اي انسان هيزعل من كلمة هقولها مش على هواه. ولكن اللي هيفرق معايا في كل ده ان انا اقول كل اللي حصل معايا ويرضي ربنا. لان انت اهم حاجة بالنسبة لك ترضي ربنا، وباقي البشر مش مشكلة. رضيت ربنا خلاص انت كده زي الفل. ولكن لو هترضي البشر وتزعل ربنا فانت كده بالنسبة لك عندك مشكلة. فخلينا نبدأ من اول ما وصلت. مبدئيا انا طلعت من قطر على الطيران المغربي. طبعا كان عندي مشكله مع الطيران المغربي، دي اول مشكله قابلتني، ان كان بيقول لي مفيش اماكن على الطياره. ولكن الحمد لله لما عرف ان انا صحفي ورايح اغطي بطوله افريقيا، فكان ليا الاولويه ان انا اطلع على الطياره بسبب الضغط على السفر للمغرب في الوقت ده. وصلت المغرب. اول ما وصلت المغرب بعد رحله 8 ساعات، طبعا الناس هناك في المغرب عارفين، اول ما عرفوا ان انا صحفي يعني وجاي اغطي بطوله افريقيا، كانت التسهيلات كبيره جدا. اتفضل خش، خدوا البيانات بتاعتك، ادوا له الختم على الباسبور، دخلت. صديقي المغربي طبعا اعرفه، اسمه طه، شفتوه معايا في الفيديوهات، جه استقبلني في المطار، خد الشنط حطها عنده في البيت، لان انا ما كنتش حجزت فندق، لان ما كنتش لاقي او ما كنتش عارف الاماكن اللي احجز فيها، كنت محتاج مكان قريب من الاستاد. ورحنا مباشرة، طلعنا الاكريديتيشن اللي هو بتقولوا عليه في شمال افريقيا الباج اللي هو بتاع الصحفيين عشان اقدر ادخل الملعب. ورحنا مباشرة على الافتتاح، عملنا شغلنا وخلصنا دنيتنا، ورحت خدت الباص من الرباط لأجادير 8 ساعات. وصلنا بقى يا معلم، ودي تعتبر البداية الأولى. البداية مش الافتتاح بالنسبة لي، البداية الأولى كانت مباراة منتخب مصر، كان موزمبيق تقريبا. الفيديو الشهير اللي أنا نشرته بقول له أنت علاش تشجع موزمبيق؟ قال لك عشان فقراء ومساكين وكده. ولكن المباراة الأولى لمنتخب مصر في المغرب، الجماهير المغربية كلها باستثناء واحد أو اتنين بيشجعوا منتخب مصر في حاجة وروح جميلة جدا، يعني بتعكس مدى الأخوة. ولكن إيه اللي حصل بعد كده؟ هحكي لك، جاي لك بالتفصيل. وكانت ردود الفعل في مصر عظيمة جدا، ان الملعب ممتلئ عن اخره، والجماهير المغربية بتشجع المنتخب المصري. لحد كده جميل، لحد كده زي الفل. تاني يوم طبعا رجعت من اجادير برضو في الباص 8 ساعات. ولكن قبل ما ارجع في اجادير، انا وصلت اجادير 7 الصبح والماتش كان بالليل. وعشان تروح فندق تحجز من 7 الصبح، انتوا طبعا عارفين ان الفنادق بتبقى من 12 الظهر. ف
ليا صاحبي هناك اسمه وحيد ده يا جماعة أنا اتعرفت عليه في أمريكا، يعني إحنا ما اتكلمناش غير التعارض بتاع أمريكا في كأس العالم للأندية. أول ما عرف إن أنا جيت المغرب اتصل بيا: محمود أنت في أجادير، أنت في بلدك، أنت مش في بلد غريب. وقابلني في الموقف بتاع الباص، خدني بالعربية بتاعته، فطرنا وداني على الشقة بتاعته وقال لي المفتاح ده معاك طول البطولة، عايز تيجي لوحدك، عايز تجيب صحابك معاك، البيت بيتك. ووحيد اتغدينا ووصلنا على الماتش ورجعنا بقى، علشان كانت مباراة الجزائر تقريبا يعني، او كانت مباراة تونس، وما كانش عندي بيت لسه لحد دلوقتي، مش عارف هسكن فين في الرباط. وحيد كلم صحابه في الرباط، وصاحبه اللي عايز اوجه له كمان تحية من خلالكم سمير جالب عربيته في المركز الاعلامي، ورحنا لفينا يعني شفنا 3 أو 4 اماكن علشان اسكن فيهم. وفي الاخر قال لي شوف المكان، لو عجبك خلاص قول لنا ان هو عجبك وما تتكلمش تاني. وهو فاصل مع الناس وجاب لي سعر في شقة عبارة عن غرفتين وصالة وحمام ومطبخ ومفروشة وبينها وبين الملعب 9 دقائق، وبسعر يعني أقل من السعر اللي المغاربة بياخدوه. تاني يوم كانت مباراة الجزائر، الملعب كله المغاربة بيشجعوا الجزائر، على عكس بقى الأحداث اللي حصلت بعد كده. هجيلك أهو في كل حاجة، المغاربة بيشجعوا الجزائر زي ما انتم شايفين كده. أتينا هنا من أجل تشجيع المنتخب الجزائري. أنا كمغربي أتيت هنا من أجل تشجيع المنتخب الجزائري، عشان إذا لم يتوج به المنتخب المغربي فالمنتخب العربي يكون أفضل. ما أريد أن يتوج بها منتخب أفريقي، المهم عندي هو منتخب عربي. 1 2 3 فيفا لاجيري، خوا وديما مغرب. لو المغرب ما فازتش تتمنى من يفوز؟ الجزائر. سامحني اخي المصري، الجزائر. تروح تسأل المغاربة علاش تشجعوا الجزائر، يقول لك اخواتنا حبايبنا اهلنا وناسنا. بتشجع الجزائر وانت مغربي؟ خوا كما مغربي كما جزائري، خوا مكان دعوة خوا ايوه. طب تروح تسأل الجزائريين هل المغاربة تهلوا فيكم ولا لا؟ اسمع قالوا ايه؟ اتهلوا فيكم ولا لا؟ تهلاو فينا، حطونا فوق رصانهم. تحية كبيرة لخوتنا المغاربة. اتهلا فيكم ولا لا؟ والله فوق اللازم نوجه له تحية، هو ينوب على كاع المغاربة اللي استضافونا، ونوجه تحية للوالدة تاعو وكاع الناس اللي وقفوا معنا وبارك الله فيه. سألك سؤال وجاوبنا بصراحة. والله العظيم جاوبتك بصراحة. شوف والله العظيم أقول لك وأنا حاجة، والله أنا جيت هنا أنا أسكن في مسكن مغربي، هو يعطاني مسكن، والشوفير تاعي السائق تاعي مغربي، لا اله الا الله محمد رسول الله، ما شاء الله والله العظيم 3 اهلا مرحبا بهم وقيمونا ويعطيهم الصحه. الحمد لله اللي تلاقينا بخوتنا المغاربه، وكانت اجواء اخويه، اجواء رائعه، رحبوا بنا كبروا بنا، نشكرهم على هذا الشيء. وهذا الشيء يدل على التربيه والاخلاق تاع هذا الشعب، والحمد لله. وزادوا عرفوا الجزائريين لي فري زالجيريان، بيسك درك الكلام تاع المواقع ماشي كلام الواقع حاجه خلاف زي. حنايا خاطينا الذباب الالكتروني، ومرحبا بالناس المحترمه. ولا غتهلاو فينا عندك من الايروبور، من الاوتيل، ستاد، بارتو والله جامي كيما يقول الشعب مرحب كيما هما. ده شهادة الجزائريين، قال لك المغاربة تهلوا فينا، شالونا فوق راسهم. لحد كده كويس، ولحد كده لسه أصحاب الفتن ما تدخلوش، ولحد كده الأجواء عظيمة، أجواء من أعظم الأجواء اللي بتعيشها في البطولات. ولكن برضو انتوا عارفين يعني ان الحاجات الجميلة دي ما بتعجبش أصحاب الفتن، ولكن الحمد لله لسه لحد دلوقتي الأجواء جميلة. وكده عدت المباراة الأولى لمصر على خير، ولتونس على خير، وللجزائر على خير، والمغاربة كلهم واقفين قلب ورب مع المنتخبات العربية. نروح تاني، خلاص خلصنا مباراة الجزائر. تاني يوم مباراة المغرب كانت في نفس توقيت مباراة مصر. حضرت أنا مباراة المغرب لأن كان صعب عليا أن أنا أسافر تاني، ولكن أنتوا شفتوا كلكم مباراة مصر وجنوب أفريقيا، لدرجة ان مفيش مكان لقدم واحد، الناس كانت واقفة على السقف بتاع الاستاد من فوق، لدرجة ان مفيش مكان. لحد كده زي الفل، ولحد كده تمام، والدنيا ظريفة. جت مباراة المغرب وتنزانيا، هنا كان في كلام على ضربة جزاء، خطأ تحكيمي بيحصل في أي حاجة. أنا ما عنديش مشكلة إن أنت تنتقد الخطأ التحكيمي، ولكن إيه اللي قلب الدنيا؟
الجماهير العربية، مش هقول بقى الجزائرية أو المصرية أو التونسية، هقول لك الجماهير العربية بكل، والسوشيال ميديا بتاعتها. البطولة مبيوعة للمغرب، المغرب اشترى البطولة، المغرب اشترى الحكام، المغرب. فالمغاربة لما كانوا بيتكلموا معايا قال لي يا محمود، يعني أنا أبقى جاي أشجعك وبحب لك الخير وأنت طالع تتكلم عليا كده؟ هو مش قصده إن محمود، قصده الإعلام بتاع بلدي وبتاع بلدك وبتاع البلد التانية وبتاع البلد التالتة. المنتخب المغربي انا بفكر في السحر والشعوذه بقى الموضوع بقى. المنتخب المغربي هو يعني احنا طالعين بنشجعكم وتهلينا فيكم واستقبلناكم وفرحنا بيكم، وانتوا طالعين تتكلموا علينا ان احنا راشين الحكام، ان احنا اشترينا الحكام، ان احنا البطولة بتاعتنا ان في فساد في يا جماعة، انت من حقك تنتقد اخطاء التحكيم، من حقك تنتقد اي حاجة، النقد المعروف، ولكن مش من حقك ان انت تطلع تتكلم في ذمم الناس، وان انت تطلع تقول حاجات انت ما شفتهاش بعينك، لان ربنا هيحاسبك. طبعا انت مش عاجبك كلامي، ولكن الدين بيأمرك ان انت ما تتكلمش في حاجة ما شفتهاش، حتى لو شفت كمان، لو كلامك هيعمل فتنة ما تتكلمش. طبعا انت مش عاجبك كلامي يعني انت مش عاجبك كلام الدين، فمش هيعجبك كلام انا كمان يعني، ولكن مش مهم يعجبك، المهم ان احنا نقول الحاجة اللي ترضي ربنا. لحد دلوقتي الدنيا بدأت تتقلب. المغاربة انت وانت بتتفرج عليا، سواء مصري، جزائري، تونسي، ايا كانت جنسيتك، انا بحدد سوداني، موريتاني، انا بتكلم صومالي، بتكلم عن المنتخبات العربية اللي كانت في البطولة، ايا كانت جنسيتك. لو انت جيت شجعتني ورحبت بيا واستقبلتني في بيتك وانا طلعت اتكلمت على بلدك وحش، هتزعل ولا مش هتزعل؟ ردوا بصراحة، عايزك تردوا بصراحة، هتزعل ولا لا؟ قبل ما ترد قول والله العظيم هقول الحق، هتزعل ولا لا؟ انا عن نفسي هزعل. انا عن نفسي لما يجي لي واحد للبلد واستضيفه واروح اشجع منتخبه واتكلم عليه كويس، وفي الاخر يطلع يتكلم على منتخبه وحش، يقول علينا راشين الحكام وشارين الناس وفساد وتنظيم سيء، اكيد هزعل، اكيد من جوايا هزعل يعني. جت بعد كده المباراة اللي جاية بقى، كانت مباراة مصر، الجماهير قدام بنين طبعا ما شجعتش مصر، طبعا ما شجعتش مصر. قال لك يعني انا كنت بشجعك كل ده وانت طالع تتكلم عليا؟ فجي الحركه بتاعت حسام حسن اللي هو كان بيعمل كده ومش عارف ايه، فالجماهير خدتها، يعني انت كمان احنا شجعناك وبتيجي تعاند قصادنا يعني. كبرت الموضوع كبر منين؟ اصبح في تحدي، اصبح الحب اللي كان موجود والمساندة اللي كان بيعملها المغاربة للمنتخبات العربية اصبح في تحدي، والفتنة بدأت من هنا. وصفحات السوشيال ميديا برافو عليكم، قدرتوا تعملوا فتنة وقدرتوا تخلقوا اجواء مشحونة تعمل لكم مشاهدات وتعمل لكم تفاعل، ولكن هتنفعكم وقت البطولة في المشاهدات وفي التفاعل، هتجيب لكم شوية متابعين متعصبين زيادة، لو حصلت نفس الاحداث على بلدك هيجوا يشتموك انت اول واحد، ولكن مش هتنفعك في اخرتك. ويا رب يكون في ميزانك، يا رب اللي انتوا عملتوه ده يكون في ميزانكم، لان انت لو طلعت عملت ذنب وتوبت باذن الله يعني توبه نصوحه، ربنا يتقبله منك، لان ربنا الغفور الرحيم. ولكن لو اسأت لحد مفيش توبه غير لما الحد اللي انت اسأت له يسامحك، والله اعلم يعني، ولكن ده على حد علم بالدين. بدأت الفتنه، بدأت المشاكل، والحقيقة مش الطرف المغربي اللي كان بادئ، الطرف المغربي كان رد فعل، وكبر الموضوع ما بين اسمه ايه، ما بين المغاربة وما بين المصريين على السوشيال ميديا. وزي ما قلت لك المغاربة كان بيقول لك يعني احنا بنشجعكم وانت طالع تتهمنا بكذا وكذا، واللي يجي الماتش اللي بعده حسام حسن يعمل كده ويعمل كده. جت مباراة الجزائر والكونغو في دور ال16، كان في تشجيع مغربي كمان كان في تشجيع مغربي للجزائريين وكان في تشجيع مغربي للكونغو. خلاص انا قلت لك بدأت القلوب تتغير عشان خاطر اللي حصل على السوشيال ميديا. كانت مباراة مصر وكوت ديفوار في نفس اليوم بتاع مباراة الجزائر ونيجيريا. انا الحقيقة طبعا هروح احضر مباراة مصر وكوت ديفوار ده 100%، ولكن الملعب كله بيشجع منتخب كوت ديفوار باستثناء 2-3. كوت ديفوار بتسجل الهدف الاول 2-1، طبعا في وسط فرحه للجماهير المغربيه، ولكن كل واحد يشجع اللي هو عايزه. وهنا
خلاص ما تقدرش تلوم عليهم، شجعوك ودعموك وقال لك انت طلعت اتكلمت علينا والمدرب بتاعك بيعاند قصادنا فانا مش هشجعك تاني، ومن حقهم، وانت لو مكانهم هتعمل كده. ولكن هل المعاملة بره الملعب اتغيرت؟ يعني هم كلهم بيشجعوا كوت ديفوار، المعاملة بره الملعب اتغيرت معانا احنا كمصريين؟ لا والله ابدا. وشوف قلنا ايه بعد الماتش. طيب الشعب المغربي مضياف كريم، بره في الشارع بيشيلونا من على الارض شيء، بس بيدخلوا الملعب في حاجه بتحصل غريبه، في حاجه بتحصل غريبه. خلينا نبقى متفقين. حاجه غريبه النهارده 80% من الملعب بيشجع كوت ديفوار. هقول لك على حاجه بما اني بحضر مع كل الجماهير. مصر تخوف اي حد، فهم اكيد مش عايزين يقابلوا مصر، فده طبيعي في الكوره. انا احبك وتحبني بس مش هشجعك. زي ما قلت لكم يا جماعه، هي دي الروح. مش مهم ان انت تشجعني ومش مهم ان انا اشجعك، بس احنا بره الملعب اخوه، الكوره منافسه، واحد فينا هيكسب، وانا مش عايز اقابلك وانت مش عايز تقابلني، ده الطبيعي. ولكن احنا في الاول وفي الاخر اخوه واشقاء. ده اللي قلناه بعد الماتش، من حقك تشجع اللي انت عايزه، انا مش هشجعك كمغربي وانت مش هتشجعني كمصري او كجزائري او كتونسي، ولكن بره الملعب احنا اخوه واحنا اشقاء. وفي فرق ما بين ان انا اشجعك وعايزك تكسب في الكوره وانت المنافس بتاعي، بالعكس انا مش عايزك تكسب عشان انت المنافس بتاعي. وفي فرق ما بين ان انا بحبك وانت الاخ بالنسبه لي، انت اخويا، مش عايزك تكسب في الكوره بس بحبك. دي حاجه مفروغ منها واتفقنا على كده. الدنيا زي الفل، الدنيا تمام. على الجانب الثاني في نفس اليوم اللي انا ما حضرتوش، مباراة الجزائر ونيجيريا، كان في مشاكل مع الحكم. انا ما اتفرجتش على المباراة وما شفتش، ولكن الاخبار اللي انا شفتها ان الحكم ظلم الجزائر، كان في ضربة جزاء للجزائر الحكم ما حسبهاش. لحد كده من حقك ومن حقك كجزائري تعترض على التحكيم، كل ده لا جدال عليه. ولكن المغرب عايز الجزائر يخرج، المغرب اشترى الحكم، انت كده دخلت حاجة في حاجة تانية. هتقول لي بس هم اشتروا الحكام ورشوهم، هل انا شفت بعيني عشان اطلع اقول كده؟ هل انت شفت بعينك علشان تطلع تقول كده؟ طب انا هحكي لكم على موقف الصحافة اللي بيولعوا الدنيا. وانا الحقيقة انا مصدوم في صاحبي، يمكن هو بيتفرج عليا دلوقتي ومصدوم فيه، والله بجد يا صاحبي انا مصدوم فيك. صاحبي ده صحفي، قال لي اقسم بالله يا محمود انا كنت متخيل ان المغاربه هيتعاملوا معانا معامله سيئه، عاملونا احسن معامله، اتهلوا فينا. صحفي مش مشجع، وفضل يتكلم على البلد بطريقه كويسه. واول ما خلص البطوله ورجع بلده فضل يسب في المغاربه ويتكلم على المغاربه بطريقه مش كويسه. انا لحد دلوقتي مصدوم فيه. يعني معقوله تاكل في مكان وتبول فيه يا صاحبي؟ معقوله تدخل بيوت الناس وتاكل عيشهم وملحهم وتطلع تتكلم عليهم؟ انا لحد دلوقتي انا رحت الجزائر يا جماعه، عمركم شفتوني بسيء للجزائر لما رحت المغرب؟ طب انا رحت الجزائر، عمركم شفتوني بسيء للمغرب لما رحت الجزائر؟ يا جماعه احنا في حاجه اتربينا عليها زمان، ما ينفعش ندخل بيت الناس ناكل فيه ونطلع نقول اكلكم وحش، حتى لو اكلهم وحش ما ينفعش، عيب عيب. ما ينفعش تاكل وتبول في نفس المكان اللي بتاكل فيه. انا يعني اسف على اللفظ ولكن هي دي الحقيقه، ما ينفعش. والموضوع كبر بقى وخد مسار ان المغرب عايز الجزائر تخرج من البطوله. مع ان هقول لك على حاجه لصديقي الجزائري اللي بيتفرج عليا وانتوا عارفين ان انا بحبكم، هل الجزائر الحكم بكاري جسامه ما دبحهاش كرويا وظلمها كرويا على ارض الجزائر؟ فاذا النقطه نقطه تحكيم مش نقطه بلد. يعني نفس الاجواء، الحكم ظلمك في قلب الجزائر، ما ظلمكش في المغرب بس زي ما انت بتقول على قولك، لان انا ما اتفرجتش على المباراه. فاذا المشكله في التحكيم الافريقي مش في البلد المستضيف. ولكن كان في اجماع ان لازم تحصل فتنه ما بين المغاربه، ما بين الجزائريين، ما بين المصريين، ما بين التوانسه، ما بين كل الناس. كان لازم يعني في اجماع وفي موجه ان لازم تحصل فتنه، لان الاجواء بتاعه الحب ما بتجيبش معاهم مشاهدات وما بتجيبش معاهم تفاعل. واحنا الجماهير العربيه الافريقيه تحديدا احنا بيئه خصبه، احنا بيئه خصبه للفتنه. احنا يعني مش عايز اقول جاهلين عشان الكلمه صعبه شويه، ولكن احنا عيل صغير لسه بيعمل بيبيع على نفسه يخلينا نولع في بعض. متخيل قد ايه؟ متخيل ان احنا بيئة خصبة للفتنة؟ أنا مكسوف وأنا بقول كده، بجد أنا مكسوف وأنا بقول كده. إحنا أصبحنا بيئة خصبة للفتنة، إحنا أصبحنا بيئة خصبة عشان نولع في بعض. ومع ذلك يعني ما شفتش الحماس ده كله لفلسطين. لو إحنا كشعوب اتحدنا على بعض زي ما إحنا بنتحد في الكورة وبنسيب بعض في الكورة ووجهنا للعدو كانت فلسطين اتحررت. ولكن إحنا شاطرين في الكورة وشاطرين نسيب بعض ونشتم بعض
ولكن الحمد لله ان في عقلاء من كل البلاد، جزائر، مصر، مغرب، تونس، لسه موجودين. بحمد ربنا ان في عقلاء لسه موجودين. الجزائر خرجت، اصبح مصر والسنغال هيلعبوا بعض في نص النهائي، اللي هيفوز هيوصل للنهائي. المغاربة كلهم بيشجعوا السنغال، وقلت خلاص الموضوع اصبح خرج من موضوع ان انا كنت بشجعك لموضوع ان الاعلام وبعض الصفحات في السوشيال ميديا في مصر بقت بتهاجم المغرب. فخلاص انت بتهاجمني وانا هشجعك ازاي؟ يعني انت بتهاجمني وانا هشجعك ازاي؟ وهنا برضو عايز اعتب على الاخوة في المغرب، لا تنساقوا وراء السوشيال ميديا وبعض اشباه الاعلاميين، لان الاعلاميين اللي انتوا قلتوا عليهم بيتكلموا بيسيئوا للمغرب احنا في مصر ما نعرفهمش، والله انا ما اعرفهمش. فانتوا خليتوا منهم مشاهير، يعني انتوا خليتوا من الاشباه مشاهير للاسف يعني، ولكن هي شهرة زائلة، اسبوع، 10 4 ايام، 5 6 ايام وهترجع تاني محدش يعرفه. احنا في مصر ما نعرفهمش. احنا تاخد الموقف المصري من رئيس الوزراء، من الوزير الشباب والرياضة، من واحد زي محمد صلاح، رغم انه حسام حسن، ابراهيم حسن دخل ما كانش بيتكلم يعني انت عليك مسؤوليه يا كابتن لما تطلع تقول له انت بقالك 50 سنه ما خدتوش بطوله وانت. الكلام ده يقوله مشجع لمشجع بيستفزوا بعض عادي، يعني تتقبلها من مشجع لمشجع بيستفزوا بعض، دي موجوده في الكوره. انما من مدير المنتخب المصري، انت اسم مصر كبير قوي يا كابتن، اسم مصر كبير قوي. فلما يطلع مدير المنتخب المصري يتكلم لازم يكون على قدر الاسم بتاع بلده، حتى لو الصحفي ده أسوأ صحفي في الحياة واستفزك. التجاهل والصمت هو الحل الأمثل لأي صحفي مستفز، وأي حد في الكوكب كله مستفز. تجاهله، بصوا له بصة من فوق لتحت وتجاهله، هتكرهه في نفسه لو هو صحفي غلطان ومستفز، ما تردش عليه. أصبح إن خلاص مصر والسنغال الكل بيشجع السنغال، مش عايزينك تكسب، وخلصت الدنيا على كده، ومصر راحت تلاعب نيجيريا في كازابلانكا. ولكن النقطة الغلط اللي انساقوا ليها المغاربة، ودي زعلتني جدا منهم، أنا زي ما قلت لك هقول لك الحقيقة الكاملة، يعني أنا مش هقول لك الإيجابيات فقط ومش هتكلم على السلبيات. ما كانش ينفع إن المغاربة يصفروا على النشيد الوطني المصري. النشيد الوطني المصري بيمثل بلد وشعب بأكمله 120 مليون وحضارة وتاريخ دي مقدسات يا جماعة، دي مقدسات. دي الغلطة الأولى للمغاربة، ما كانتش رد فعل على حسام حسن. من حقك تصفر على حسام حسن، انت حر، شجع اللي يعجبك، شجع اللعيبة اللي تعجبك، شجع المنتخب اللي يعجبك، ولكن السلام الوطني دي مقدسات. ولكن هل الموضوع امتد لبره الملعب؟ هل 20-30 ألف واحد اللي كانوا في الملعب بيمثلوا 40 مليون مغربي؟ يعني لما يجي أخوك يشتمني وانت صاحبي، هل أنا هتخانق معاك وهزعل منك، ولا انت تعلم ان أخوك غلطان؟ كل المغاربة في الشارع بلا استثناء يقابلوني، يسلموا عليا ويبوسوا راسي ويقولوا لي احنا بنعتذر لك على اللي عملوا بعض المراهقين في الاستاد وصفروا على النشيد الوطني بتاعك. كلهم بلا استثناء. آلاف الرسائل اللي مبعتها لي على السوشيال ميديا يقولوا يا محمود هؤلاء لا يمثلوا المغاربة، زي ما الناس اللي بتعمل فتنة من عندنا لا يمثلوا المصريين، فهؤلاء لا يمثلوا المغاربة. اللي صفروا على النشيد الوطني المصري لا يمثلوا المغاربة، زي ما اللي عملوا فتنة عندنا في الجزائر، في تونس، في أي مكان لا يمثلوا بلادهم. جبت لكم الحاجات الإيجابية. بعض المشاهير المغاربة كمان زي ما انتم شايفين اهو بيتكلموا بيقولوا ان دي مقدسات ما ينفعش تتكلم عنها. ممكن اننا نقصدوا داك السيد بصافره السجن، ولكن النشيد الوطني ماشي من الشيام ديالنا. النشيد الوطني ديال البلاد راه واحد الخط احمر، كما انت ما نبغيوش اللي من بيت الاحرار شي واحد ينقص منا، حتى واحد ما غادي يقبلها، ولو يكون شي واحد عزيز عليك من شي بلاد، يكون لعاب انت تكون مدريدي بور ولا برشلوني بور وينوض ميسي ولا رونالدو او يصفر لك على النشيد الوطني بلا ما غتقبلهاش. هذه ماشي من الشيام ديال المغاربه، ماشي من شيامنا، وهذا المنظر شحال هذه ما شفناه قدام. نخليو الناس اللي يلاه بادين، نخليو الناس اللي باقي عقلهم ما كيفرقش ما بين الكره وشي حوايج اخرين، كاينين هذاك النوع. انا ما يشرفنيش اننا نوصلوا للحديث اننا ممكن لان نفعلوا، ممكن هذاك الشخص ملي شد كره ولا يبان في الروتور ولا هو يقصدنا ولا نشوفوا فيه ولا
هو وي ممكن مقبوله ولا على اللعابه نشجع الفرقه الخصم، ممكن انت حر تشجع الفرقه اللي بغيتي، لكن النشيد الوطني مستحيل اننا ننزلوا داك الشيء. لحد كده كويس. الموضوع اصبح مولع، لا مش كويس، الموضوع اصبح مولع. اصبح ان خلاص وصلنا للنهائي، المغرب هتلاعب مين؟ هتلاعب السنغال في النهائي. الوطن العربي كله بيشجع السنغال. السنغال دولة مسلمة على عيني وعلى راسي، ولكن انا المغرب دولة شقيقة بالنسبة لي، انا كمصر دولة شقيقة، ماليش علاقة بمشاكلهم هم والجزائر. انا بحب الجزائر، بحب المغرب، بحب تونس. انا ما بكرهش حد عشان حد يا جماعة. انا اخويا نفسه لو متخانق مع واحد مش هروح اتخانق معاه، لان انت عايز تروح النار، ما تاخدنيش النار معاك يا صاحبي. انت عايز تروح النار روح لوحدك، مش هاجي معاك انا. ما ينفعش للمسلم يخاصم المسلم فوق 3 ايام، مش بمزاجك، ده حديث الرسول، لا يصح للمسلم ان يخاصم اخاه فوق 3 ليالي. يعني في معنى الحديث ان ده يقعد وده يقعد، ده يعرض مشاكله وده يعرض مشاكله ويتصالحوا. انت بقى عايزنا خاصم واحد تاني عشان اخش معاك النار وتقول لي لا ما طلبتش منك تخاصمه، بس تطلع تقول كلمة الحق. ايه هي كلمة الحق؟ هطلع اقول ده رشين الحكام، ده شارينهم، انا شفت بعيني عشان اقول كده، يبقى انا بفتري عليهم وهروح النار. انت هتاخدني معاك النار؟ لا يا حبيبي، بصحتك روح لوحدك. انا ما اقدرش، انا هقول اللي حصل معايا بالظبط، وزي ما قلت اللي يزعل من كلامي طالما ما فيش فيه حاجة تغضب ربنا يزعل، المهم ان كلامي يرضي ربنا. طالما يرضي ربنا وانت زعلان بصحتك ازعل. خلاص حصلت الاحداث بتاعه النهائي، المغرب خسرت، ورغم يعني الناس كانت بتقول لك في تمثيلية، هدف ملغي للسنغال، ضربة جزاء خيالية، كل ده مش هتكلم فيه لان كل ده لا يعنيني، كل ده لا يعنيني. بعد المباراة مباشرة الوطن العربي كله بيفرح في الشوارع. انا طلعت وقلت في فيديو الحمد لله ان انا وصلت لمرحلة من السلام النفسي، ان انا ما بفرحش في خسارة او في هزيمة فريق منافس ليا. المغرب منافس ليا، ولكن في المباراة الأخيرة ما كانش منافس ليا. أنا ما الوعي يعني هتقول لي يا عم أنت عامل، لا أنا مش عامل نفسي، أنا كده فعلا. أنا حتى الزمالك نفسه اللي هو المنافس الأول للنادي الأهلي في مصر ما بفرحش في خسارته، أنا بفرح في فوز فريقي وفقط. فوز فريقي هو اللي بفرحني. أنا واحد عندي تاريخ، أنا حضارة 7000 سنة، أنا مصري يا ابني. عارف يعني إيه مصري؟ يعني لما أقول مصري لا يليق بيا، لا يليق بالملوك المصريين إن هم ينزلوا يحتفلوا بخسارة فريق. عارف يعني إيه؟ هتقول لي أنت مغرور، أنت شايف نفسك. لا، ده وضعي وده حجمي، والكبير كبير بأخلاقه وبتصرفاته. مش بقول بس أنا كبير وأنا مصري، لا، كبير بأخلاقه وبتصرفاته. فلما بقول لك ان انا مصري، لا يليق بالمصري اللي عارف ان هو حضارة 7000 سنة، اللي عارف ان هو من اكبر دولة في التاريخ بالنسبة لنا. بالنسبة لك ممكن تكون الاسوأ، بالنسبة لي انا الافضل في العالم كله. فلا يليق بيا ان انا انزل في الشارع واولع شماريخ واحتفل بخسارة فريق. لا 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 لا، حتى لو كان الفريق ده اي فريق غير المغرب، كان الجزائر، كان تونس، ما اعملهاش. انا ما اعملهاش، انا انزل احتفل بفوز فريقي لان انا كبير، والكبير زي ما قلت بافعاله وتصرفاته.